كان تعادل 1-1، كان سجل اسلام عوض هدف التعادل والمباراه الغيت. ليه بس كده؟ ناخد عاطف شادي. مساء الخير يا عاطف. مساء الخير يا كابتن. ايه الاخبار؟ والله الحمد لله تمام يا كابتن. كان لحد الدقيقه 36 اسلام عوض سجل هدف التعادل. لا، هي في الدقيقه 34 يعني قبلها بدقيقتين كان اسلام عوض نجح بالفعل في تسجيل هدف التعادل. الزمالك عمل مباراه الى حد ما متوسطه، انت ممكن تقول ان هو كان مسيطر، لكن السيطره بدون خطوره. الخطوره كانت الاكثر لفريق المقصه اللي سجل مع في الدقيقه 9 عن طريق سامح العيدروس من تصويبه برضه كان انفراد على عبد الواحد السيد. الزمالك متاخر لغايه الدقيقه 34 من الشوط الثاني. لعيبه الزمالك كلها تقريبا النهارده لعبت باستثناء عمرو زكي اللي بيقول ان هو ما زال عنده شد كده في العضله الخلفيه. ربنا يشفيه يا رب ورجعه. ما قدرش يشارك النهارده. ربنا يشفيه يا رب. ابرز الاحداث مع نهايه المباراه في الدقيقه حوالي 44 45 كنا في الوقت بدل الضايع. ده كان في مشاده كده ما بين اليكسس مندومو لاعب نادي الزمالك ومحمد ابراهيم اللاعب المنتقل من بتروجيت لصالح فريق مصر المقاصه. الغلطان فيها يعني وفقا لكل الناس واحنا طبعا شاهدين في الملعب كان محمد ابراهيم هو تعدى باع في كره مشتركه على اليكسس مندومو، وصل الامر لحد الخناقه وان هم اشتبكوا مع بعض. تدخل الجهازين الفنيين والكابتن حسن شحاته والكابتن طارق يحيى انهوا الموضوع، والموضوع تم الحكم مدحت عبد العزيز اشهر الكارت الاحمر للاثنين لعيبه وخرجهم وتم انهاء المباراه. يعني هي كانت خلاص في الرمق الاخير يعني تقريبا ما الغيتش، يعني انتهت ما الغيتش. لا هو خلاص احنا كنا في الوقت بدل الضايع تم انهائها وبالنتيجه 1-1. كمان كان برضه في منظر كويس قوي بعد نهايه المباراه. محمد ابراهيم ما حبش ان الموضوع يخلص بالشكل ده، دخل في غرف خلع ملابس الزمالك، قبل راس اليكسس مندومو بشكل كويس قوي قدام اللعيبه واعتذر له والموضوع انتهى واتلم. والموضوع طب اللي يهمني في الموضوع اصابه فتح الله اخبارها ايه؟ اصابه فتح الله عباره عن التواء في الركبه. في الدقيقه 9 ما قدرش يكمل المباراه، عنده الم شديد. هو بيقول من يومين ل3 ايام وان شاء الله ينزل يشارك بشكل طبيعي جدا في التدريبات مع الفريق. شكل الزمالك مطمئن ولا غير مطمئن؟ والكابتن حسن معنوياته كانت عامله ايه؟ معنوياته عاديه. هو بس عشان تبقى عارف كان في النهارده جلسه قبل بدايه المباراه يا كابتن مع الكابتن طارق يحيى والكابتن حسن شحاته. اتفقوا فيها على كافه التفاصيل الخاصه بحماده طلبه مدافع نادي مصر المقاصه. تم الاتفاق ان شاء الله ان حماده طلبه ممكن يمضي بكره او بعده على اقصى تقدير، او ممكن النهارده بالليل حسب ما يوصلوا لاتفاق مع نادي المقاصه. اعاره لمده سنه، اللاعب هيمضي فيها باذن الله بكره، هيضموه لمده سنه مقابل حوالي 500,000 جنيه. ده اللي تم الاتفاق عليه حتى الان 500,000 جنيه، لكن هو الزمالك بيرغب في تخفيض المبلغ لان انت عارف الاعاره ما بتبقاش مفيده بالشكل المظبوط. لكن هو الزمالك اضطر ان هو يلجا للاعاره علشان انت عارف الظروف الماليه اللي بيعاني منها نادي الزمالك. كان المقص طالب حوالي 1.5 مليون، فهو الاعاره ممكن تخفض عليه 1,000,000 جنيه ولا حاجه او اكثر. ممكن هيتم الاتفاق عليها النهارده او بكره على اقصى تقدير. ممكن حماده طلبه انا اسف هيبقى ان شاء الله في صفوف نادي الزمالك باذن الله. الزميل عاطف شادي الصحفي بالوطن، اشكرك شكرا جزيلا. معانا تليفونات بتقولوا